وكان فضل الله كبيرا ورحمته لقاصدي بيته واسعة، حيث مكن رجال المباحث العامة من القبض على من نفذوا هذه الجريمة، وبعد القبض عليهم دلوا على من شاركهم في جريمتهم. وجميع من توفرت الأدلة على اشتراكهم في الجريمة من أبناء الشيعة، وهم حسن عبد الجليل حسين محمد الحسيني، جنسيتي كويتي الجنسية، متزوج ولي 4 أبناء، أعمل مدرسا في أحد المدارس في دولة الكويت، مذهبي شيعي، وسني 37 عاما. بالنسبة لالتحاقي بخلية حزب الله تمت قبل عام تقريبا، والذي حثني على الانتماء إلى هذه الخلية هو منصور المحميد وعلي عبد الله كاظم. أوضحوا لي بأهمية الالتحاق بهذه الخلية، وأنها هذه الخلية ستكون في خدمة الإسلام والمسلمين. أجد دوري في هذه الخلية أن أكون واعظا دينيا للشباب. كنا نجتمع في جمعية الثقافة الاجتماعية عن حزب الله ودور حزب الله في العالم ودور حزب الله في المجتمعات التي نعيشها، وأننا نقدم الخدمات سواء كانت اجتماعية أو غيرها سياسية أيضا، وأن لا نتأخر في خدمة هذا الحزب لأي شيء. فتحنا منصور المحميد لأنه ستقوم المجموعة بالتفجير في مكة المكرمة بخدمة طبعا حزب الله. اقتنعنا بهذا الأمر، ذهبت إلى منصور المحميد وأخذت العبوة منه، وذهبت إلى مكان مخصص لي ووضعت العبوة، ثم رجعت إلى الحملة بعد انتهائي من العملية. كنت على معرفة بشخص كويتي يدعى عباس عبد الرسول المسوي، وهو مقيم الآن في إيران، حيث جندني قبل 2 تقريبا لصالح حزب الثائرون على خط الإمام الخميني أو المتفرع من حزب الله. وعرفني بعد ذلك على الشخصين الإيرانيين اللذين يعملان في السفارة الإيرانية بالكويت، وهما محمد رضا غلوم وصادق علي رضا. تعرفت عليهما، زادت علاقتي معهما، وجندت معهما في حزب الثائرون على خط الإمام الخميني. قد كلفوني هذين الشخصين في عام 1988 بإدخال مواد متفجرة من نوع مادة TNT تقريبا إلى داخل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. كلفني منصور المحميد وطلب مني بأن أكون أحد الأعضاء ومن ضمن المشاركين في عملية التفجيرات التي تمت في مكة المكرمة في موسم حج عام 1409 وفي مساء يوم 7 من ذي الحجة. بأمر وتوجيه ودعم إيراني فجروا في بيت الله الحرام في الشهر الحرام سفكا للدم الحرام، وذلك في عام 1989. اسمي عبد الوهاب حسين علي بارون، كويتي الجنسية من أصل إيراني، عمري 22 سنة، شيعي. بالنسبة لعملية التفجيرات اللي حدثت في مكة، وقابلنا المسؤولين الإيرانيين لهم محمد رضا غلوم وصادق رضا، استلمنا منهم المتفجرات. وأنا من موقع هذا اللي أقول لك، لما أقول لك ما يخدم الإسلام يعني فعل ما يخدم الإسلام. راحت في أرواح بريئة ما لها أي ذنب وما لها أي دخل في هذا العمل. الهدف من هذه العملية هو جازعة الأمن في الحج والبلبلة فيه، وإشعار الآخرين بأن المملكة ما لها قدرة في إدارة الحرمين الشريفين، ولعدم حضور الإيرانيين للحج. وسارع الأطباء لعلاج المصابين الذين تعددت إصاباتهم. ما عنده إسلام، ما عنده دين، ما عنده رحمة. اللي عمل فينا كده كان ربنا اللي يعلم بالولع بتاع جسمنا دي بس كده. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أيدي هؤلاء الظالمين، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذيق من فعل هذا العذاب سوء العذاب. وبتوفيق من الله قامت الحكومة السعودية بإقامة الحد الشرعي على هذه الزمرة الآثمة، وبتوفيق منه تبارك وتعالى أحبطت محاولة إيرانية أخرى للتفجير في بيت الله الحرام. في تمام الساعة 6:50 من صباح يوم الجمعة الموافق 13/12/406 وصلت الطائرة الإيرانية رحلة رقم 3169 القادمة من أصفهان، وعليها حجاج إيرانيين بلغ عددهم 500 حاج وحاجة. ولدى تفتيش أمتعتهم وجد الأخ سعد
قطعة أبلكاش في قاع الشنطة، فأحضرها لي ووجدت أن القطعة سميكة أكثر من اللازم وثقيلة جدا، وعند ذلك جرى فتحها فوجد بها بداخلها مادة بيضاء اللون لزجة، مع الملاحظة أن الرحلة هذه وصلت في 3/12/1406، وعند ذلك تم اختار الجهات المختصة بعد أن أخذنا الشنط إلى المكتب والبالغ 94 شنطة. وعلى الفور بدأ في فحص حقائب ركاب الطائرة الإيرانية، وكان من الضروري فصل عجلات الحقائب لإخراج الألواح الخشبية، وتم استخراج المادة التي بلغ وزنها 51 كيلوغرام. تتنوع الأنشطة الإيرانية بمحاولة زعزعة الأمن وتعكير الأجواء الإيمانية خلال موسم الحج. ففي عام 1987 قام الحجاج الإيرانيون إثارة الفوضى والشغب والغوغاء والبلبلة وكل شيء يمكنهم من خلاله إظهار موسم الحج العظيم بمظهر يفرح قلب كل متربص بالإسلام وشعائره، بأنه ومجموعته قد قدموا لتنفيذ مهمة بأمر من القيادة الإيرانية، أي لاستخدام هذه المتفجرات في الحرمين الشريفين والمشاعر الحرام، حيث كان في المملكة ما يقارب 2 مليون حاج من مختلف الأقطار الإسلامية في العالم يؤدون فريضتهم لحج بيت الله الحرام. ما حصل هو نسخة مصغرة لما فعله جنود أبو طاهر القرمطي. ففي عام 317 للهجرة في موسم الحج المبارك في يوم التروية تحديدا، هاجم الشيعي الإسماعيلي أبو طاهر القرمطي زعيم دولة القرامطة، هاجم مكة المكرمة معتديا على البلد الحرام في الشهر الحرام سافكا الدم الحرام، قتل كل من تطوله أيدي جنوده من حجاج بيت الله الحرام، فسجلت كتب التاريخ أنه قتل قرابة 30,000 مسلم موحد حاج بيت الله الحرام، ثم أبى إلا أن يظهر الكفر في عقر دائرة الإسلام، فكان يكرر مقولته الكفرية المشهورة: أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وبعدها بدأ بتطبيق عقيدته في البيت الحرام، عر البيت، خلع